أنا شاب عندي 30 سنة. اتخرجت من الجامعة. بعد التخرج قررت ان انا اشوف عقد عمل بره البلد واشتغل علشان اوفر لامي مصاريف اساعدها بيها علشان تربي 3 اخواتي البنات. والدي اتوفى واحنا صغيرين. انا ولد وحيد ومعايا اخواتي 3 بنات، يعني احنا 4. امي تعبت سنين طويلة علشان تربينا بعد وفاة بابا، خاصة ان احنا كلنا كنا صغيرين وانا كنت اكبر واحد. بعد ما سافرت الحمد لله ربنا كرمني ورزقني، وكنت بشتغل شغلانه كويسه جدا وكنت بكسب منها فلوس كويسه جدا. كنت ببعت لوالدتي مصروف شهري علشان اساعدها في مصروف البيت، يعني وعلشان تجهز اخواتي البنات وتخليهم يتخرجوا من الجامعات. فقررت بعد ما ربنا كرمني بشويه فلوس وقدرت اعمل كده شويه فلوس، قررت ان انا اكافئها واخدها واطلعها الحج. بالفعل نزلت اجازه وقلت لها يا ماما خلاص انا قررت ان انا اكافئك، انت تعبتي سنين طويله علشاننا وانا قررت ان انا هوديك الحج. قالت لي والنبي بجد يا ابني ربنا يبارك لك، ده انا نفسي اشوف نفسي ازور النبي، نفسي اشوف قبر النبي. قلت لها خلاص انا حجزت لك وكله تمام وان شاء الله باذن الله مسافرين، وجهزي نفسك وجهزي شنطتك. وبالفعل اخدتها ورحنا الحج. بس اللي انتوا ما تعرفوش، امي كانت بتعمل مصيبه مفيش حد فيكم يتخيلها. بعد ما رحنا الحج ودخلنا الكعبه، لقيت امي بتصرخ في وشي وبتقول لي الحقني انا مش شايفه الكعبه. قلت لها ازاي الكلام ده؟ ليه يا امي بتقولي كده؟ قالت لي يا ابني انا مش شايفه الكعبه. اخدت بعضي وقلت لها اهدي، الناس اتلمت علينا وقالت لنا في ايه، لا حول ولا قوه الا بالله، يعني ايه مش شايفه الكعبه، ايه اللي بيحصل ده؟ اخدتها ورحت السكن وقلت لها اهدي، وقعدتها وقلت لها اهدي وشويه كده وهاخدك وننزل تاني وان شاء الله باذن الله هتشوفيها. انت بس ممكن تكوني من الفرحه، ممكن يكون مثلا محتاجه نضاره او اي حاجه زي كده. قلت لها اهدي وهاخدك تاني وهوديكي ان شاء الله. بس اكتشفت بعد كده ان امي فعلا كانت بتعمل مصيبه هي اللي ادت ان هي ما تشوفش الكعبه. وبعد وفاه امي كمان اكتشفت ان هي بيحصل لها في القبر حاجات غريبه جدا مفيش اي حد فيكم يتخيلها. اسمعوا من فضلكم مشكلتي للنهايه وقولوا لي اعمل ايه واتصرف ازاي، عشان انا مش عارف اعمل ايه واتصرف ازاي. وقبل ما نبدا مشكله النهارده يا ريت من فضلكم ننزل نصلي على النبي في التعليقات. وصاحب مشكلة النهاردة بيقول أنا شاب عندي 30 سنة وعندي 3 بنات خوات وأبويا متوفي. أمي اشتغلت سنين طويلة علشان تربينا وتعلمنا، خرجتنا من كليات كويسة جدا وجهزت خواتي البنات جهاز حلو جدا. والحمد لله ظروفنا كانت مش أحسن حاجة. بس أمي جارتنا اللي في وشنا جت توفت، فدخلت علشان تتطوع وتغسلها، يعني تعمل لها الغسل بتاع الميت، وغسلتها وكفنتها. فبعد كده الناس والجيران والناس اللي حوالينا طلبوا منها ان هي اي ست تتوفى تدخل تغسلها باجر، يعني بالفلوس زيها زي اي مغسله. فامي وافقت على اساس ان احنا كنا لسه ما اتخرجناش كلنا وكنا صغيرين، وهي عايزه تربينا وعايزه تصرف علينا ومفيش دخل، فاشتغلت مغسله. فلقيت كان بيجي علينا ايام ما بنلاقيش حتى اللقمه، يعني ما امي معاش فلوس حتى تجيب لنا اي اكل بسيط، اي عيش ولا اي مثلا جبنه ولا اي حاجه تاكلها لنا، ما كانش فيه فلوس خالص. فلما امي اشتغلت مغسله لقيت الوضع المادي اتحسن جدا. امي معاها فلوس على طول وبتعمل لنا اكل غالي على طول، واي حد مننا انا واخواتي يطلب منها اي طلب تنفذه له. فجيت سالتها في يوم قلت لها انت منين يا ماما بتجيبي كل الفلوس الكتيره دي؟ راحت قالت لي يا ابني ما انت عارف ان انا شغاله مغسله. قلت لها طيب هي المغسله الغسل ده او التغسيل ده هيديكي كل الفلوس الكتيره اللي انت بتصرفيها دي وبتكون معاكي؟ راحت قالت لي ايوه انا بشتغل مغسله بس عندي ناس اغنياء قوي، يعني انا بغسل ناس اغنياء قوي، فهم عارفين ان انا بربي ايتام وانتوا ايتام وابوكم متوفي، وبيبعتوا لي شهريه كل شهر وبيدوني في الغسل فلوس كويسه، وهو ده اللي بيحصل وبصرف بيه عليكم.
قلت لها طيب يا امي تمام. كنت خلاص فاضل لي سنه على التخرج واتخرجت. بعد ما اتخرجت قلت لها بصي انا عايز اريحك، انا هسافر، لقيت عقد عمل بره وانا هسافر اشتغل بشهادتي وهريحك يا ماما، كفاياكي تعب على كده. وقررت ان انا اسافر، وبالفعل شفت عقد عمل وسافرت. كنت ببعت لها مصروف شهري علشان برضو اساعدها، وكنت ببعت لاخواتي البنات فلوس وكل طلباتهم بجيبها لهم. هي مش مخليهم عايزين حاجه عشان هي اوريدي خلاص بقى معاها فلوس، حالتنا الماديه بقت كويسه قوي. جيت قلت لها يا امي انا ان شاء الله باذن الله ناوي اكافئك عن تعب وشقى السنين الطويله دي، انت تعبتي علشاننا كتير. انا ناوي اطلعك الحج، تطلعي معايا الحج. قالت لي والنبي يا ابني بجد، ده انا نفسي اشوف قبر النبي، انا نفسي ازور قبر النبي. قلت لها خلاص يا امي انا حجزت لك، والتذاكر جاهزه والتاشيره جاهزه وكل حاجه جاهزه، وان شاء الله باذن الله هاخدك وهنسافر على الحج، وجهزي شنطتك. فعلا ربنا شاء وقدر واخدتها وطلعنا الحج. نزلنا على الفندق، حطينا الشنط وابتدينا بقى ان احنا نعمل مناسك الحج. اليوم اللي رحنا شفنا فيه الكعبة، دخلت انا وهي الكعبة وبقول لها الكعبة هي امي، لو عندك اي دعوة ادعيها، اول دعوة في الكعبة لا ترد، الدعوة في الكعبة مستجابة، ادعي على قد ما تقدري. راحت قالت لي فين يا ابن الكعبة؟ قلت لها هي امي. قعدت تصرخ وتعيط وقالت لي انا مش شايفة الكعبة يا ابني، انا مش شايفة الكعبة. قلت لها ازاي يا امي، ازاي انت مش شايفة؟ قالت لي انا يا ابني مش شايفة الكعبة، انا مش شايفاها، وقعدت تعيط. رحت قلت لها ايه خلاص اهدي، اتلمت الناس وفي ايه؟ فهي قالت لهم انا مش شايفه الكعبه. الناس بقى لا حول ولا قوه الا بالله، ايه اللي حصل؟ لا حول ولا قوه الا بالله. قلت لها خلاص اهدي وتعالي نرجع السكن وشويه كده وهاخدك وننزل تاني وان شاء الله باذن الله تشوفيها. اخدتها وهديتها وشربتها ميه وقلت لها اهدي شويه كده وهننزل وان شاء الله باذن الله يا امي هتشوفي الكعبه. فعلا اخدتها تاني مره، قالت لي نفس الحكايه انا مش شايفه الكعبه. قررت التجربه دي 3 4 مرات واخدها وننزل الكعبه، برضو هي مش شايفه الكعبه وتصرخ وتعيط وتقولي انا مش شايفه الكعبه. انا خلصت انا خلصت مناسك الحج وعملت الحج بالفعل واتممت الحج والحمد لله. وبعدين خلاص جه ميعاد الرجوع، رجعنا بلدنا، اخدتها ورجعنا بلدنا. سبتها كده كام يوم تهدى. امي طبعا راجعه حزينه جدا وما بتفصلش تقريبا عياط، وحزينه جدا. قعدت معاها قلت لها مالك يا امي في ايه؟ انت ليه ما كنتيش بتشوفي الكعبه؟ قالت لي انا عارفه يا ابني، انا عملت عمل ربنا مش مسامحني عليه، علشان كده انا ما شفتش الكعبه. اقعد انا هتكلم وافضفض معاك، ولازم تعرف السر اللي طول السنين دي ما حدش عرفه. قلت لها سر ايه يا امي؟ راحت قالت لي اقعد وانا احكي لك. قعدت جنب منها وحكت لي. قالت لي يا ابني انا اشتغلت مغسله، طبعا الغسل ما كانش بيجيب فلوس كتير ولا حاجه زي ما انت فاكر. انت سالتني قبل كده وقلت لي الفلوس الكتير دي بتجيبيها منين، قلت لك انا بشتغل مغسله عند ناس اغنياء جدا. ده مش صحيح ومش ده اللي كان بيحصل. قال لها ازاي امك؟ ايه اللي كان بيحصل يا امي؟ قالت له اللي كان بيحصل يا ابني ان انا بعد ما اشتغلت مغسله والناس كلها عرفت ان انا مغسله، اتلم عليا شويه دجالين وسحره وقالوا لي احنا هنديكي فلوس كتير بس بشرط اي ميت تغسليه هنديكي اعمال تحطي العمل ده في بق الميت وتقفلي عليه ويتدفن بيه. يعني هي بتاخد العمل من الساحر ده او الدجال ده، واثناء الغسل بتحطه في بق الميت وتقفل بقه عليه وبتكفنه، وبعد كده الميت بيتدفن بيه. ده طبعا بيصعب اصلا فكه، يعني خلاص دي حاجه اتدفنت بيصعب فكها. راح قال لها ازاي يا امي؟ ازاي انت قدرتي تعملي كده؟ انت معقوله كنت بتعملي كده؟ قالت له هو ده اللي حصل طول السنين الطويله دي، انا ندمانه عايزه ربنا يغفر لي، انا مش عارفه اعمل ايه، انا عارفه ان ربنا مش هيسامحني ابدا، انا اذيت ناس كتير، وقفت حال ناس كتير، بنات كتير ما اتجوزوش بسببي، ناس كتير مرضت بسببي، دمرت حياه ناس كتير بسبب اللي انا كنت باخد العمل وادفنه في بق الميت. راح قال لها ايه، انا هدعي لك يا امي ربنا يغفر لك، وانتي صري وادعي ان شاء الله باذن الله ربنا يغفر لك، انا ما فيش في ايدي حاجه اعملها لك غير ان انا ادعي لك.
وخرجت من الغرفة، نزلت قعدت مع اصحابي في كافيه، وبعد ما رجعت بالليل بصحي امي علشان تعمل لي عشاء زي كل يوم. بصحيها بقول لها يلا يا ماما تعالي نتعشى مع بعض، قومي جهزي لنا اي حاجه ناكلها، قومي يلا اقعدي معايا. لقيتها ماتت. بصحيها لقيتها توفت. اتصدمت. يعني انا وديتها الحج ما حجتش ولا شافت الكعبه، وماتت وهي حزينه، وماتت وهي ربنا غضبان عليها. وربنا انا شايف ان ربنا مش هيسامحها ابدا بسبب الاذيه اللي اذتها للناس دي. بس بقى المشكله الاكبر من كده اللي انتوا ما تعرفوهاش، امي ماتت وغسلناها ودفناها. بس بعد ما دفناها لقيت التربي بيتصل بيا: انت ابن السيده فلانه، انت ابن المرحومه فلانه اللي دفنتوها من يومين؟ قلت له ايوه. قال لي طب تعالى لي الترب عشان انا عايزك في موضوع ضروري جدا. قلت له حاضر جاي لك. اخدت بعضي ورحت. له. خير يا استاذ في ايه؟ قال له امك عملت ايه في حياتها؟ امك بيطلع من القبر تعابين وحشرات اول مره نشوفها، وكمان بيطلع نار من القبر وصوت صريخ واصوات غريبه جدا. يعني احنا مش عارفين نعمل ايه، انا مش عارف اتصرف ازاي. طبعا انا واقف مش عارف ارد على الراجل التربي اقول له ايه، بس انا بيني وبين نفسي عارف اللي بيحصل ده بسبب الاعمال اللي كانت امي بتحطها في بق الميتين وبتأذي الناس. اخواتي البنات سالوني التربي كان عايزك في ايه؟ قلت لهم لا ده هو كان عايز مثلا عايز يعمل شويه ترميمات بس في التربه، فانا اعطيته فلوس، كان محتاج فلوس وانا اعطيته فلوس. هي امنتني على سرها وانا ما اقدرش افضحها واقول لاخواتي البنات هي خلاص ماتت، انا ما اقدرش اتكلم ولا افضحها. بس المشكله دلوقتي انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف اتصرف ازاي. اعمل ايه لامي علشان ربنا يغفر لها؟ اعمل ايه لامي علشان ربنا يسامحها، علشان قبرها يعني علشان ما تتعذبش في قبرها، علشان كل اللي بيحصل في القبر ده دي اشارات وعلامات ان هي بتتعذب في القبر بسبب اللي هي عملته. من فضلكم قولوا لي اعمل ايه واتصرف ازاي علشان ربنا يغفر ذنب امي الفظيع ده اللي عملته ويرحمها من عذاب القبر. انا عارف ان هي اذت ناس كتير ودمرت حياة ناس كتير حرفيا، بس انا بامانه مش عارف اعمل ايه واتصرف ازاي. بص انا هقول لحضرتك حاجه، اولا ربنا يرحمها. بس يا جماعه المشكله دي عايزه، يعني المشكله دي عايزه لكل الناس الدجالين، لكل الناس السحرة، لكل الناس اللي بتروح دجالين وبتساعد دجالين على اذيه الناس. يعني ربنا بيقول من ذهب بينكم لعرافا فقد كفر بما نزل على محمد. يعني ايه؟ اي حد يروح لمنجم او دجال او ساحر، يروح حتى لو بيستكشف، حتى لو حب فضول، حتى لو حب استطلاع، كده انت كفرت بما نزل على محمد، يعني اشركت بالله. فاولا دي نقطة كلنا عارفينها، اللي انت تروح لساحر او دجال ده حرام، وبكده انت تكون كفرت بربنا. تاني حاجة هقول لك ايه، صلي وادعي، صلي لها وادعي لها وتصدق على روحها بنية ان ربنا يرحمها من عذاب القبر، وبنية ان ربنا يغفر لها ويسامحها ويتجاوز عن سيئاتها. بس زي ما قلت لكم ان المشكله دي عايزه لكل الناس. لو في اي دجال لسه بيعمل الحاجات دي او اي ساحر بيعمل الحاجات دي، اتقوا الله، اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. هي ماتت، راحت الكعبه وما شافتش الكعبه وماتت وهي بالذنب ده. تخيلوا اللي بيحصل لها في القبر، يبقى هي بتتعذب قد ايه في قبرها. فيا رب تكونوا استفدتوا من مشكله النهارده، وانا ما عنديش حل اقوله لحضرتك غير الدعاء والصدقه، ان انت تتصدق عليها وتدعي لها. واتمنى يا رب تدعوا لها حضراتكم برضو معلش في التعليقات، وربنا يغفر لها ويسامحها ان شاء الله باذن الله. من فضلكم لو اي حد عنده اي راي تاني غير اللي انا قلته في الحلقه النهارده، ينزل يكتب لنا رايه في التعليقات. وما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات، وشير للفيديو ده كتير على اوسع نطاق علشان الناس كلها تتعظ وتستفيد من مشكله النهارده. بحبكم جدا في الله، اشوفكم فيديوهات تانية باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.